لو حد اتعدى عليك بالضرب يبقى لازم تعمل له محضر خالي من الثغرات القانونية، لأن معظم محاضر الضرب مليانة ثغرات قانونية مع محامي شاطر طبعا، فالمتهم بياخد براءة. في الفيديو ده أنا هقول لك إزاي تعمل محضر ضرب خالي من الثغرات القانونية، وكمان لو أنت متهم زور في قضية ضرب أقول لك إيه هي الثغرات القانونية اللي تطلعك براءة. السلام عليكم، أنا علي بدر وده برنامج المستشار. لو أنت أول مرة بتشوف البرنامج عبارة عن معلومة قانونية جديدة بتهم عدد كبير جدا من الناس في المجتمع المصري مع كل حلقة جديدة. لو انت اول مره بتشوفني اعمل لايك للفيديو عشان تدعمني، وسبسكرايب للقناه عشان تشوف الفيديوهات اللي فاتت وهتستفيد بيها، وكمان الجرس عشان الفيديوهات اللي جايه برضو ان شاء الله هتفيدك. لو حد اتعدى عليك بالضرب يبقى لازم تعمل له محضر شرطه يضمن لك حقك، محضر خالي من الثغرات القانونيه. في الفيديو ده انا هعرفك تعمل المحضر ده ازاي عشان تقدر تاخد حقك من اللي اتعدى عليك. كمان لو انت متهم زور في قضيه ضرب هقول لك الثغرات القانونيه اللي تقدر عن طريقها انك تاخد براءه. هنتكلم في كذا نقطة. في الأول إزاي تعمل محضر الضرب، كذا نقطة لازم تبقى حاططهم في دماغك وبتفكر فيهم وأنت رايح تعمل المحضر. أول حاجة هتفكر فيها المكان اللي هتعمل فيه المحضر، وكمان الوقت اللي هتعمل فيه المحضر. المكان اللي هتعمل فيه المحضر لازم يكون اسم الشرطة اللي في دايرته تمت الواقعة. يعني مثلا لو الواقعة تمت في دايرة المنشية يبقى لازم في اسم المنشية، لو في دايرة الرمل يبقى لازم في اسم الرمل. ما ينفعش الواقعة تبقى حصلت مثلا في الرمل وتروح تعمل محضر في المنشية، دي أول ثغرة قانونية بتحصل. يبقى المكان لازم يكون في دايرة الاسم اللي حصلت فيه الواقعة. لو قدرت تعمل المحضر في مكان تاني ممكن تعمله وتمشي الحكاية، بس في الآخر هتبقى ثغرة ضدك وممكن تخسر حقك. دي حاجة. يبقى هيحصل ايه؟ هتعمل المحضر في المكان اللي في دايرته، في الاسم اللي في دايرته حصلت الواقعة. طيب هتعمله امتى؟ لازم تراعي برضو الكلام ده، هتعمله بعد الواقعة على طول. وبرضو خلي بالك هنا ان القاضي بيبص للمكان اللي حصل فيه الواقعة وبيبعد قد ايه عن اسم الشرطة. يعني المكان بيبعد عن الاسم 5 دقايق، ليه انت تروح بعد ساعتين تعمل محضر؟ فهنا لازم تراعي المكان ولازم تراعي الزمان. تاني حاجة لازم تبقى في دماغك وانت بتعمل محضر الضرب، الشخص اللي اتعدى عليك لازم تبقى عارف اسمه وعنوانه. لو مش عارف اسمه وعارف اسم شهرته برضو مفيش مشكلة، لو مش عارف عنوانه وعارف اسم شهرته برضو مفيش مشكلة. تحريات المباحث هتجيب الاسم ده، في الغالب بيحصل كده. بس لازم تحدد ايه الشخص. كمان لازم تحدد عدد الاشخاص اللي اتعدوا عليك، هل هو واحد ولا شخصين ولا 3 ولا 4، وما تجودش. يعني خليك في اللي حصل فعلا، هم كام شخص تعدوا عليك. دي تاني حاجة انت بتحددها. تالت حاجة بتتكلم فيها او بتكون في دماغك وانت بتعمل المحضر، اللي تعدى عليك بايه؟ هل تعدى عليك وايده فاضية؟ ضربك ازاي؟ ضربك باليدات وايده فاضية، ولا ضربك برجله مثلا، ولا ضربك بشومة، ولا ضربك بآلة حادة مطوة مثلا او قطر او موس؟ لازم تحدد هنا الأداة المستخدمة، هو ضربك بإيه. لو شخصين وكان في واحد معاه سلاح فلازم تحدد الشخص اللي كان معاه السلاح هو مين بالظبط. لو الاتنين معاهم سلاح تحدد وتقول ان الاتنين معاهم سلاح. وخلي بالك لازم تحدد هنا دور كل متهم في واقعة الضرب. يعني مثلا اللي معاه سلاح ضربك ضربة واللي كانت ايده فاضية ضربك، او اللي كان معاه السلاح هو اللي ضربك بس والتاني ما ضربكش، واحد كتفك والتاني ضربك. هنا لازم تحدد بالظبط، وهقول لك ليه لازم تحدد بالظبط، وهقول لك ليه لو ما حددتش الكلام ده هيكون ثغرة ضدك، والكلام ده هقوله لك في اخر الفيديو. طيب تالت حاجة كمان انت بتفكر فيها اماكن الاصابات. اماكن الاصابات في جسمك، هو ضربك فين؟ والله هو ضربني بشومة مثلا على دماغي، او ضربني بآلة حادة في كتفي، او ضربني باليد في وشي. فلازم تحدد اماكن الاصابات، تعرف اماكن الاصابات فين وتذكرها في المحضر. وبرضه في اخر المحضر هقول لك ليه لو ما ذكرتهاش هتكون ثغرة قانونية ضدك وفي مصلحة المتهم. طيب بعد كده انت بتفكر في ايه؟ بتفكر ان لو حصلت واقعة التعدي دي مثلا وكان في شهود وناس تبرعت وقالت لك انا هنيجي نشهد معاك، فهنا لازم الناس دي تبقى معاك في الاسم في ساعتها. الناس دي تخش تشهد. طبعا بيخشوا بيقولوا شهادتهم، المفروض ان هم كلامهم بيكون متطابق مع كلامك، من ناحية الأداة المستخدمة، من ناحية عدد المتهمين، من ناحية الواقعة حصلت فين، ووقت الواقعة وتاريخها. طبعا احنا قلنا تاريخ الواقعة ووقتها لازم يكون قبل تحرير المحضر مباشرة، يعني بمجرد ما تحصل الواقعة في نفس اليوم وفي نفس اللحظة بتروح على الاسم على طول. طيب هقول لك ملحوظة هنا، ان ممكن امين الشرطة اللي بيكتب المحضر ما يسمعش شهود،
ومفيش مشكله لو حصل الكلام ده، برضو مفيش مشكله، هقول لك خلال الفيديو هتعمل ايه لو انت معاك شهود وامين الشرطه مرضاش ان هو يسمع اقوالهم في المحضر. طيب بعد كده، بعد ما بتحرر المحضر وبتقول مين اللي ضربك والاداه المستخدمه وعنوانهم فين والكلام ده حصل امتى، بعد كل ده خالص بيجي بقى يسالك او بيقول لك انت طلباتك ايه، فبتقول له انا طلباتي العرض على الكشف الطبي، او بالبلدي كده زي ما بنقول عايز اعمل تقرير طبي. هنا امين الشرطه بيقفل المحضر وبعدين بيكتب ملحوظه ان هو تم عرض المجني عليه على الكشف الطبي، وبيعمل لك جواب لاقرب مستشفى حكومي. وبعد كده بتروح وبتعمل كشف طبي في طبيب بيكشف عليك. برضو الطبيب هنا بيسألك نفس الأسئلة، هو اللي ضربك بإيه، فين أماكن الإصابات، وبيبص على أماكن الإصابات وبيكتب الإصابة دي شكلها إيه ونوعها إيه وتوصيفها بالظبط، وممكن يكون السبب فيها إيه. وده طبعا لسه هنرجع نتكلم برضو عليه تاني. حضرتك بتاخد التقرير، او التقرير بيروح على المحضر، وبعد كده امين الشرطه بيفتح المحضر تاني وبيثبت ان التقرير ورد، وبيقول لك انت طلباتك ايه من المحضر. طبعا هنا حاجه مهمه جدا، انا طلباتي ايه؟ انا تعرضت للضرب، تم التعدي عليا بالضرب، فانا طلباتي اتخاذ اللازم قانونا ضد المشكو في حقه. هنا امين الشرطه بيقفل المحضر وبيرفق بيه التقرير الطبي وبيدي لك رقم قضائي، وفي الاغلب بيكون رقم جنح. بس بيتم العرض هنا بقى على النيابه. هنا النيابه اول ما بيجي لها المحضر، رئيس النيابه بيقرر ان هو بيطلب تحريات المباحث حول الواقعه. طبعا الواقعه لو صحيحه فتحريات المباحث هتيجي مطابقه لكلامك ان الواقعه صحيحه او غير صحيحه. وانا الكلام ده بقوله للناس اللي بتعمل محاضر زور. آه، تحريات المباحث هنا هي مش دليل، لكنها بتكون على سبيل الاستئناس. يعني رئيس النيابة بيبص لها لكنها مش دليل، ما بيعتمدش عليها كدليل. طيب هنا بقى في حالة ان المحضر قدام رئيس النيابة وانت كان معاك الشهود وما قدرتش ان انت تخليهم يقولوا اقوالهم، فبتخش رئيس النيابة او طبعا المحامي بتاعك وبيطلب هنا ان في شهود ولازم الشهود دي تتسمع. بيعمل طلب للنيابة، النيابة هنا بتحدد لهم ميعاد لجلسة التحقيق. بس بتجيب حضرتك الشهود، طبعا بيبقى معاهم بطايقهم وبيخشوا يقولوا شهادتهم. طبعا لازم شهادة الشهود تكون مطابقة لأقوالك في المحضر. كده المحضر بقى جاهز قدام رئيس النيابة في أقوالك، في التقرير الطبي، في كمان شهادة شهود، في تحريات مباحث، في الكلام ده كله. خلاص يبقى المحضر جاهز. هنا بيحدد له جلسة قدام المحكمة عشان تنزل جلسة قدام المحكمة لمعاقبة المتهم. اللي أنا عايز أقوله هنا حاجة مهمة عن التقرير الطبي أو التقرير الفني، زي ما بنقول التقرير الفني أو زي ما بنقول أو في اللغة الدارجة التقرير الطبي. التقرير الطبي هنا ما بيبقاش دليل ضد المتهم. التقرير الطبي هنا بيبقى دليل على إصابتك أنت شخصيا كمجني عليه. حضرتك اتصبت كمجني عليه، فالتقرير الطبي هنا بيثبت الإصابة بتاعتك. طيب احنا كده خلصنا. فبينزل هنا بقى المحضر بتاع بينزل المشكو في حقه متهم قدام المحكمة اللي بتبتدي تحاكمه عن واقعة الضرب والإصابة اللي أحدثها بيك. كده لو عملت المحضر بالطريقة اللي أنا قلت لك عليها، إن شاء الله المحضر هتاخد حقك ومش هيكون فيه ثغرات قانونية. طيب هنرجع بقى للجزء الثاني بتاع الفيديو اللي كنا اتكلمنا فيه الثغرات القانونية. فتعالى نتكلم على الاول خالص. انا قلت لك في الاول ان المكان اللي هتعمل فيه المحضر والوقت اللي هتعمل فيه المحضر ده مهم جدا عشان ما يبقاش ثغرة قانونية ضدك. طب ليه الكلام ده؟ طبيعي ان انت لو تعرضت للضرب مثلا في دايرة المنشية، فانت بتروح اسم المنشية عشان تعمل المحضر. وطبيعي برضو الشخص اللي بيتعرض للضرب ده بعد الواقع على طول بيروح يبلغ. ما ينفعش ان هو يتضرب النهارده مثلا ويروح تاني يوم عشان يبلغ ويعمل محضر ضرب. هنا في حاجه اسمها تراخي في الابلاغ. تراخي في الابلاغ هنا يعتبر ثغره قانونيه ممكن محامي شاطر يتكلم فيها وياخد براءه، وده غالبا بيحصل. كده بنتكلم عن الوقت وعن المكان. طب ليه المكان ما ينفعش ان هو، او من الطبيعي ان هو لو حصلت الواقعه في المنشيه هتروح على اسم المنشيه جري عشان تعمل المحضر. ما ينفعش الواقعه تحصل في المنشيه وتروح على اسم الرمل تعمل المحضر بتاعك.
وهنا احنا بنتكلم ان انت مثلا بتكون ليك معرفة شخصية باحد رجال الضبط القضائي اللي هم ضباط الشرطة يعني، وبتروح ان انت يعمل لك محضر، او بتروح عشان تعمل محضر هناك لان انت في مستشفى جنب الاسم ده، هتروح تعمل التقرير اللي انت عايزه. فهنا احنا بنتكلم ان في كيدية في الاتهام، ودي ثغرة قانونية برضو. طيب نتكلم في تحديد الشخص اللي ضربك. مين الشخص اللي ضربك؟ لازم يبقى معروف او تحدده حتى باسم شهرته، وكمان عدد الاشخاص اللي ضربوك. لان انت حضرتك ممكن تروح تقول مثلا واحد ضربك باليد فعمل لك كدمة في عينك مثلا، والتقرير الطبي اثبت كده. فهنا انت بتقول عشان تزود شوية عليه العقوبة، فتقول لا ده هو ضربني وكان معاه 2 كمان اصدقائه وهم ال3 ضربوني. فهنا التقرير الطبي هيثبت ان هي ضربة واحدة. طب ازاي 3 ضربوك واصابة واحدة اللي موجودة فيك؟ يبقى اذا هنا كلامك مش منطقي، كلامك كده انت بتكذب. كمان بنتكلم في الاداة المستخدمة. ممكن واحد يكون تم التعدي عليه من المشكو في حقه ايده فاضية معهوش سلاح، ضرب باليدات. الضرب باليدات بيسبب كدمات، ما بيسببش مثلا جرح قطعي. اللي بيسبب جرح قطعي اللي هي الآلة الحادة. فممكن يكون المشكو في حقه كان ايده فاضيه معهوش حاجه، لكن المجني عليه عشان يزود عليه العقوبه شويه فبيقول لا والله ده كان ماسك آلة حادة، كان ماسك مطوه، ضربني بمطوه او ضربني بشومه. يجي التقرير الطبي يقول ان في كدمات، او كدمه مثلا وسحجه، هو ضربه بايده وراح جاي زقه على الارض فكدمه وسحجه. فاستحاله ان المطوه او السلاح الابيض او الاله الحاده تعمل سحجه او كدمه. السلاح الابيض بيعمل جرح قطعي، طالما مفيش جرح قطعي يبقى مفيش اداه مستخدمه آلة حاده. كمان بالنسبه للشومه، الشومه ممكن تعمل جرح ردي، تعمل كدمات او جرح ردي او تعمل كسر في العظام. ما ينفعش ان هو يضربك بمطوه ويعمل لك كسر في العظام. فهنا تحديد الآلة المستخدمه دي مهمه جدا، مهمه جدا. انت هنا المحامي هنا بتاع المجني عليه، بتاع المشكو في حقه او المتهم، بيطعن في الاصابه نفسها ان الاصابه دي كاذبه. ازاي انت ازاي ضربتني بمطوه النهارده وانا عندي جرح ردي؟ ما ينفعش، المطوه بتسبب جرح قطعي، ازاي هي كدمات وانت ضربتني بمطوه؟ يبقى هنا اذا الشاكي كاذب. طيب كمان بنتكلم على اماكن الاصابه. لازم تحدد اماكن الاصابه في جسمك. ليه؟ عشان الطبيب يناظرها، لان الطبيب بيناظر الاماكن اللي فيها اللي انت بتقول له انا مصاب هنا او مصاب هنا او مصاب هنا. فلازم تحدد له الاماكن اللي انت مصاب فيها عشان يحدد عدد الضربات اللي انت جات لك فعلا. يعني المتهم هنا دي لو في 2 متهمين وفي ضربة واحدة، فمين اللي ضربهم؟ هنا في حاجة اسمها شيوع في الاتهام. فهنا لازم تحدد بالظبط دور كل متهم. انت كمجني عليه تحدد دور كل متهم عمل ايه. يعني المتهم ده ضربني بالمطوه، المتهم ده ضربني باليد، المتهم ده ضربني باليد في وشي من الناحيه اليمين وده من الناحيه الشمال مثلا. فلازم تحدد دور كل متهم عشان ما يبقاش فيه شيوع، والشيوع دي برضو ثغره من ثغرات محضر الضرب. هنا القاضي الجنائي بيقعد يوازن بقى ما بين اقوالك انت كمجني عليه او مبلغ، ان انا تم التعدي عليا مثلا من شخصين، والشخصين كانوا بيحملوا واحد بيحمل سلاح ابيض وواحد بيحمل مثلا شومة. بيقارن ما بين اقوالك انت في الادوات المستخدمه، وبيقارن ما بين التقرير الطبي اللي حضرتك عملته في المستشفى. التقرير الطبي قال ان مفيش لا كسر ولا جرح ردي ولا جرح قطعي، فيه كدمات. فاذا انت حضرتك هنا كاذب. ايه اللي بيدعم الكلام ده؟ اللي بيدعم ده تحريات المباحث. المباحث تقول ان الواقعه دي كاذبه مثلا، ان او التحريات لم تتوصل الى صحه الواقعه. فهي اذا هنا القاضي الجنائي عقيدته هنا الاقتناع. لازم يقتنع ان الواقعة دي حصلت فعلا وان انت صادق في كلامك. انت كلامك اللي بتقوله اللي بيأكد الإصابة اللي حصلت لك التقرير الطبي. يبقى لازم كلامك انت من اولا عدد المتهمين اللي تعدوا عليك ادي 1، الادوات المستخدمة في التعدي عليك ادي 2، كمان الوقت اللي تم التعدي عليك فيه والمكان اللي تم التعدي عليك فيه، وتاريخ تحرير المحضر ووقته، والمكان اللي اتحرر فيه المحضر،
والتقرير الطبي وتحريات المباحث واقوال الشهود بيطابق القاضي الجنائي، بيطابق كل ده ببعضه، وعقيدته في الاخر بتكون الاقتناع. وعايز اقول لك معلومة مهمة جدا، ان الشك بيفسر لمصلحة المتهم. فاذا القاضي اقتنع بالكلام واقتنع بالتقرير الطبي ولقى وبالشهود وتحريات المباحث، ولقى ان كل الكلام ده متطابق، فعلى طول بيكون في ادانة او حبس للمتهم. اما لو لقى ان كلام حضرتك مختلف، يعني كلامك انت عن الطريقة اللي انت سردت بيها الواقعة مختلفة عن الإصابة اللي حصلت، مش ممكن الكلام اللي انت بتقوله ده يكون أدى إلى الإصابة اللي موجودة في التقرير الطبي، أو مش ممكن كلامك يكون متفق مع كلام الشهود، فإذا هنا انت بتدي المتهم هدية، ثغرة قانونية، طبعا مع محامي شاطر يقدر يطلعه براءة. فإذا هنا التزم باللي أنا قلته لك في الفيديو ده لما تيجي تحرر محضر ضرب، عشان يبقى كلامك متطابق مع التقرير الطبي، مع تحريات المباحث، مع الشهود، وتاخد حقك من اللي اتعدى عليك بالضرب. يا رب أكون تكون استفدت من الفيديو ده، ويا رب يكون دايما اللي بيسمعني وبيطبق في الخير. وأنا مستني أي استفسار من حضرتك، اكتب لي في الكومنت أو على صفحة الفيسبوك وهرد عليك. لو عجبك الفيديو اعمل لي لايك وشير الفيديو عشان غيرك يستفيد، وسبسكرايب للقناة ولو انت مش مشترك، وكمان الجرس عشان هيوصل لك كل فيديوهات جديدة وهتستفاد بيها بإذن الله.